انسي بقى كل طرق البتنجان اللي جربتيها قبل كده، وسمي بالله وصلى الله الرسول، وتعالي نشوف طريقتنا على طول. في الاول كده معايا حبايه من البتنجان بس كبيره، غسلتها ونضفتها وابتديت ان انا اقشرها بالشكل ده كده. هبتدي ان انا اقطعها بشكل متساوي زي ما انتي شايفه كده. يا ريت بقى كلنا نعلق بتم ونذكر الله علشان نكسب ثواب انا وانتم، وكمان تبتدي الصفحه تظهر تاني زي الاول. بعد ما بقطعهم كده برش عليهم ملح كتير، وما تقلقيش خالص هو بينزل مع الميه بتاعه البتنجان بالشكل ده كده. وبعد كده هنقلهم على مصفى عشان ينزل المية اللي فيه. بعد كده هنجيب 4 حبات من الطماطم هنقسمهم لجزئين بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هنجيب قرنين من الفلفل الرومي، ولو بتحبي الفلفل الحامي برضو ضيفيه بيبقى طعمه حلو جدا، وخمس ست فصوص توم كده. بعد كده هنجيب طاسه ونحط فيها شويه زيت، واول ما الزيت معانا يسخن قوي هبتدي ان انا انزل بالبتنجان بالشكل ده كده. عايزه اقولك حته وصفه خطيره. اول ما ياخد لون كده بنقلبه الناحيه التانية، والملح الكتير اللي احنا رشيناه عليه عشان ما يشربش زيت وينزل كل السوائل اللي فيه بالشكل ده كده. اول رصه خلصناها نبتدي بقى نحط الرصه التانية. بس بالله عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك وشير للوصفه، لان بجد جميله جدا، ولو جربتوها مش هتبطلوا ابدا تعملوها. هنا كده هنخلص الجزء التاني بالشكل ده كده. بعد كده هننزل بقى بالطماطم. قللت شويه من الزيت اللي كان معايا، خليت شويه صغيرين خالص، ونزلت بالطماطم بالشكل ده كده والفلفل والثوم. وهسيب الطماطم لحد ما تاخد يعني تستوي خالص وتاخد لون، وبعد كده هقلبها الناحيه التانية. هسيب لك تطبيق بقى مجاني بجيب الافكار دي كلها من عليه، هتلاقيه في اول تعليق تحت الفيديو عليه وصفات واكلات وحلويات ومشروبات. حمليه عندك اول مره بنت، وبعد كده بيبقى موجود على جهازك على طول ببلاش. هنا خلاص بعد ما شويت بقى الفلفل مع الطماطم مع الثوم، هبتدي ان انا اهرسهم كده بالهراسه عادي جدا، وشيلي بقى قشر الطماطم بتاعها. بعد كده هننزل البتنجان عليهم ونهرسهم برضو، وبجد احلى بتنجان ممكن تاكلوه. قولوا لي بقى اسمه عندكم ايه. هنا حطيت له كمون وحطيت بابريكا بسيطه وحطيت ملح، ومش هحط حاجه تاني غير شويه خضره وليمون وشويه طحينه. هنقلب بس كده، كل ده النار شغاله معايا، يعني انا كنت بهرس البتنجان والنار شغاله معايا. حطيت شويه طحينه بقى، وهنحط ليمون، وهنحط شويه خضره من على الوش كده. وده احلى متبل بتنجان بجد خطير. قولولي اسمه ايه عندكم.